موضوع السفارة ده ممكن يكون الغلطة الوحيدة اللي أنا عملتها خلال السنة. كل الطرق تؤدي للجزيرة. زيزو في أرض التاريخ، زيزو أهلاوي. ما تيجي نحلل اللي حصل كده بالعقل شوية. ببساطة الإدارة دخلت الانتخابات والبرنامج بتاعها معروف، كان مبني على تجديد زيزو، صح كده؟ طيب عمل ايه بقى الإدارة علشان تجدد له؟ ولا أي حاجة، عبث والله. ببساطة انت خفت من جماهير الزمالك والضغط اللي كان عليك من الجماهير والسوشيال ميديا، ودي حقيقة لازم تعترف بيها، مع تدخل وسطاء ومحبين للنادي زي ممدوح عباس وزي عيلة العدل كلها. وطبعا انت مش محتاج اقولك ممدوح عباس عمل ايه، انت كفايه تدخل تويتر بتاعه وهتفهم كل حاجه. وانا هنا اختلافي مع ممدوح عباس ان انت مش رئيس النادي يا باشا، انت محب للنادي زي ما بتحاول تظهر نفسك بس كده، فملكش اي حق تماما تطلع تتكلم عن الصفقات وعن المفاوضات وان انا اللي هدفع الفلوس اللعيبه. لا، انت بتدفع فلوس لنادي الزمالك عشان انت محب زي ما بتقول، ولو مش عايز يبقى كتر خيرك وشكرا اول حد كده، بس بكل بساطه يعني. انا ما عنديش مشكله انك تدخل وسيط ومحب للنادي زي ما بتقول، بس هو هتدخل مقابل ايه؟ هل في محب للنادي يدخل يقول شروط؟ طب ازاي امال المحب ازاي؟ طب فهمني. وبعدين انت مالك ومال اللعيب نفسه؟ انت بتتكلم مع النادي مش مع اللعيب. وهل ينفع اروح اتفاوض مع اللاعب واقول له هديك فلوس نصها كاش والنص التاني فيلا؟ لا، واشترط عليه انه ما يغيرش اي حاجه في الفيلا وما يبيعهاش غير بعد سنتين؟ هل ده كلام عقلاني يعني؟ نيجي بقى لعرض الشباب. يطلع المحب لنادي الزمالك دكتور مدحت العدل يقول لك اصل هو كان ب2 مليون دولار. مش فاهم انت ليه مصمم تدخل نفسك في القصه انت كمان؟ ببساطه شديده جدا، انت مالك يا باشا؟ انت محب للنادي، مالكش علاقه تماما. العقد اصلا موجود وظهر فيه كل التفاصيل زي ما انت شايف كده. اذا كان ميدو بنفسه طلع وصرح ان العرض وصل كمان ل10 مليون دولار، عباره عن 8 مليون عقد و2 مليون بونس، وعرض رسمي، بس للأسف وصل في وقت اللجنة المؤقتة. ترجع انت وتقول لي ان العرض ده مش صح؟ طب فهمني ازاي؟ ومرة تانية وتالتة انت كنت لازم تبيعه. مفيش حاجة اسمها اصل العرض وصل قبل الادارة ولا وصل بعد الادارة بشهرين، مفيش منه الكلام ده. انت نفسك اللي باين لجنتك كلها وانتخاباتك كلها ان انت هتجدد لزيزو، وان العرض وصل ل10 مليون دولار. فهمني محتاج ايه اكتر من كده؟ اللي اعرفه كبني ادم عاقل ان انت وصل لك عرض كبير ومغري للاعب، فاضل في عقده شهور قليله جدا معاك وهيبقى ببلاش، فعندك حل من اتنين ملهمش تالت. تجيب اللاعب وتقعده وتقول له يا باشا انا معايا قد كده ودي من قدرتي، هتجدد ولا نبيعك؟ ايه الصعب في كده؟ مش عارف يعني. هقول لك انا ايه الصعب، انك جبان وخايف مش اكتر. انت لو بعت زيزو فانت خايف من جمهور الزمالك وخايف يروح الاهلي زي ما هو عمل دلوقتي وراح ببلاش. بس ارجع واقول لك تاني، انت كنت تبيعه، كنت استفدت بالفلوس، جبت 2-3 لعيبه احسن من زيزو 100 مره، سددت الدين اللي عليك وعملت فرقه ونافست، بس كده. وانت اصلا عندك كميه مشاكل ملهاش اول من اخر، قلناها قبل كده في الحلقه اللي فاتت، تقدر تتفرج عليها، هتلاقي اللينك بتاعها في الوصف تحت الفيديو. فانت كاداره فشلت فشل ذريع ومن غير مبرر، ولما جيت تصحح وتجيب عمرو الجنايني وميدو وحازم كان خلاص فات الاوان. وتاني نرجع ونقول احنا بنتكلم من غير العاطفه خالص دلوقتي، بنتكلم بالمنطق والعقل، وكزملكاويه خايفين على النادي، ان ببساطه احنا ولا مع الاداره ولا مع زيزو، احنا مع الزمالك اولا واخيرا. نيجي بقى لزيزو. انا بس عايز اقول لك على رساله بسيطه جدا، ربنا يوفقك في اللي جاي، بس حاول ما تبيعش دور المظلوم. انت ببساطه مش عايز تروح الاهلي ونقف نسقف لك وندعمك، انت مش بتسيبني في اهم ماتش في الموسم كله وتروح السفاره تعمل تاشيره امريكا وترجع تقول اصل انا مسافر اتفسح. لا، انا مش عبيط. انت كنت من اهم الاسباب لخروجنا من الكونفدراليه، من اهم الاسباب لتراجع مستوى الفرقه وتاثيرها على الموسم كله، فانت ترجع تقول اصل دي الغلطه الوحيده؟ طب وبناء على الغلطه دي انا كزملكاوي خسرت مقابلها ايه؟ فهمني. وردا على تصريحك ده، انت كنت مستني ايه من شيكا؟ مش فاهم. عايز لما ترجع ياخدك بالحضن؟ حابب افهمك ان انت اتشتمت سنه وده كان الطبيعي لانك رايح الاهلي اللي هو المنافس بتاعي، هو بقى اتشتم من الاهلي طول حياته، اتهنت واتشتمت انت وباباك، هو اتشتم واتهم من الاهلي اللي انت رايح طول حياته برضه، واسرته كلها وابنه، وجابوا له صوره غوريلا وكلب وصوره قرد وكل حاجه زي ما انت متخيل. طيب تعال احكي لك قصه يا زيزو كده يمكن تعجبك شويه. من كام سنه كنت انت لاعب محدش يسمع اسمك اصلا،
وشيكا كان النجم الاوحد في مصر ومحترف في اوروبا وجالي عروض من الدنيا كلها، حط بين قوسين الاهلي طبعا. عارف هو عمل ايه؟ رجع الزمالك، حصلت مشكله مع الاداره اللي كانت موجوده وقتها، قالوا له احنا هنحل المشكله دي بس مش هتاخد فلوس خالص الفتره الجايه. عايز افهمك انه فضل 8 سنين يا زيزو مش بياخد جنيه من الزمالك، 8 سنين، وفي الاخر ضحكوا عليه وطلع ان هم ما دفعوش اي حاجه للنادي بتاعه اللي هو سبورتنج لشبونه وقتها. يعني كان بيلعب ببلاش، مشكلته ما اتحلتش، اتضحك عليه من الاداره. شيكا عمل ايه بقى؟ شال الفرقه كلها على كتفه واستحمل وعمره ما اتكلم وقال لك الزمالك اولا واخيرا. فكر يا زيزو في القصه دي وانت قاعد كده، ولا اقول لك تفكر ليه اصلا؟ هي ما بقتش فارقه خلاص. ارجع واكد لك اننا مش عايزين منك حاجه، وانا طبعا مش هشتمك زي الباقي ما عمل ولا همجدك زي التانيين، بس وانت بتقول لاولادك كنت جزء من تاريخ الزمالك، قول لهم برضو ايه اللي حصل ولا العلاقه مشيت ازاي وانتهت ازاي. انت بس اللي لازم تبقى فاهم انك مش اكبر من الزمالك، بيك او من غيرك الزمالك هيفضل وهيبقى اكبر قلعه رياضيه في مصر. سلام.